السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الفائدة. هاد الحبق كنت كنزرعو وليني ما كيبغيش يصدق والو، ما خليت كي درت ليه، وليني عرفت المشكل فين وشنو السبب اللي كيخليه ما كينوضش. لان عندي هنا الزريعه هذه زرعتها البارح، وهذه زرعتها دابا شي 4 ايام، وهذه عندها 15 يوم، وهذه عندها شي 20 يوم، هذه تقريبا بحال هذيك، غير هذه هذا فيه المزير. اذا شنو السبب؟ دابا ملي كان كنسقيه كيمشي ديك الفوائد كامله اللي كتكون في التراب كامله كتمشي مع الماء. هذا هو المشكل اللي كيسبب لنا اي حاجه كنزرعوها ما كتصدقش. علاش؟ حيت داك الفوائد كلها كتمشي مع الماء. دابا درت ليه سطل واحد اخر، درت ليه سطل، وملي كنسقيه ما كنقويش ليه الماء، وملي كنسقيه دابا بحال هذا خاصني نرجعو ثاني المحبق، ودائما كيكون تحت منه بحال هكايا سطل واحد اخر، باش ما يبقاش يضيع ليا ديك الفوائد كامله ديال الحبق تبقى تمشي. وهذا ملي غادي هذا واحد شويه غادي يكبر، واحد شويه غادي نقلو في محابق اخرين، حيت هو كيبغي يتنقل، ما كيبغيش يبقى بحال هكا مزاحم. نخلي دابا تا غينوض عاد غادي نقلو. الحبق هذا هو مفيد بزاف، كنديروه في بحال اليازير بحال هذا في بعض الاكلات، وهذا كيطيح الطونسيون. الناس اللي عندهم الضغط مرتفع كياخذوا قد هذه بحال هكايا، وكيكبوا عليه الماء، وكيديروه بحال الشاي، بحال اتاي، وكيشربوا وكيطيح الطونسيون، وكيحيد شنيوله البعوض اللي هو في بلاصه فيها البعوض. ضروري ما يحط هذا حداه، هو الريحه ديالو زوينه وما كيخليش البعوض ديما كيهرب منه. صراحه هذا هو الريحان، الريحه ديالو يا سلام يا سلام. والله العظيم لا تقريبا 10 المرات ولا اكثر، وانا كنزرع والو ما عيت معاه، ما خليت كي درت معاه. وليني في الاخير السبب المشكل راه هو ملي كنسقي ديك الفوائد ديالو كامله كتمشي. هو راه كيبغي واحد العنايه. وملي غادي نقل هادو، نقلهم نديرهم في هادو صغار مختلفين. ديك الساعه غادي نوريكم في فيديو قصير، الفيديوهات القصار اللي كندير نحط لكم كيفاش ولا. المهم انا درت هذا الفيديو باش نقول لكم الفوائد ديالو، وبلا ضروري خاصكم تزرعوه وخاصكم تستافدوا منه. اذا وصلت للنهايه ديال هذا الفيديو، نتمنى ان هذه المعلومه تفيدكم بزاف. اذا دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسوش تدعموا القناه ديالي، محتاجه الدعم ديالكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير.